صباح الورد والفل والياسمين، يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أسعد الأحوال. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. النهاردة بقى يا جماعة هنعمل مع بعض روتين حلو جدا من أول اليوم لآخره إن شاء الله. هنعمل مع بعض غدا جميل وسهل وبسيط وهيعجبكم قوي قوي وهيعجب الولاد كمان. طبعا اول حاجة ببتدي بها يومي بطلع للطيور بعلفهم علشان برضو لو جعانين ولا حاجة او الدنيا حر دلوقتي كمان فبطلع اعلفهم على طول. وبعد كده دول البيض ده بتاع تقريبا بيض يومين 3 يعني. بس احنا ما كناش نعرف ان الفراخ بتبيض في المكان ده، هي كان لها مكان معين بتبيض فيه، بس فجأة انا لقيت في الصفيحة دي البيض ده كله. بعتذر طبعا عن الصوت اللي بره، ده صوت الفحار علشان النت والكلام ده. المهم عرفت الطيور، وواحدة معرفة بتربي فراخ في مكان عندها كده في أرض كده محوطاها، بس يعني تربية بيتي، فندهت عليا وجت قالت لي تعالي خدي فراخ. فطبعا يعني انا ساعة ما اشوف حاجة زي كده بجري عليها جري، لان انا ما بحبش فراخ المحلات ابدا لانها بتبقى جاية من المزارع ومش صحية تماما بصراحة يعني، بس الواحد بيبقى يضطر لها غصب عنه. فانا بجيب في الشهر كده حوالي 3 فرخات كبار او 4 فرخات كبار على قد انا والولاد بس، وبنضفهم كويس جدا وبقطعهم بقى على قد طبخاتي في الاكياس وبيبقوا جاهزين على الاكل على طول. طبعا الفراخ البيضة ما بتاخدش وقت خالص في التنظيف، سهلة جدا جدا، بس طبعا ناخد بالنا ان احنا ما نسيبهاش في المية الجلد بتاعها يتشال، لان الواحد بيقرف بصراحة لما تستوي زيادة في التنظيف، والجلد بتاعها بيتخلع منها كده، بيبقى شكلها مش لطيف خالص. هنا انا بشيل الاجنحة كده من النص كلها، وزي ما انتوا شايفين الارجل. لو انا هخلي بسيب الهياكل كلها في كيس لوحدها، وبعملها وصفة لوحدها في صينية بطاطس في الفرن، بتبقى طعمها حلو جدا جدا، سواء الولاد كلوا بقى ما كلوش. انا بعملها علشان حتى لو قضيت ان انا يبقى انا استفدت منها، بدل ما تتهالك او تترمي او الكلام ده كله. خلاص كده انا خلصت تقريبا، دي اخر فرخة. بنضف كده وجنبي بانيو كبير على الارض فيه مية، بخلص وبشوح فيه على طول. بنقعهم الاول في المية وبعد كده بشطفهم كويس جدا وبرجع انقعهم بقى في ليمون. لو حابة تضيفي اي نوع تاني، ساعات بضيف قرنفل وساعات بضيف ورق غار زي ما يكون موجود عندي. بنقعهم فيه. حط لايك للفيديو لو وصلت معايا لحد دلوقتي، ولو اول مره تزوري القناه اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بامر الله. بصوا بقى، انا عندي الولاد مش بتاكل الوراك بصراحه، بيعذبوني جدا جدا يعني، لولا الملامه يرفضوها تماما يعني. بس انا بصعب عليهم في الاخر لو طبختها لوحدها مع طبق خضار ولا حاجه، لو اديتهم حته كده ممكن يكبروا بخاطري وياكلوها، لكن غير كده مش هياكلوا. فانا هنا بحاول اقطع الوراك، يا اما اعملها حمام كداب بياكلوها، لو عملتها حمام كداب بخليها من العظم وبعملها حمام كداب محشية وبياكلوها، يا اما الوراك تتقطع وتتعمل شيش طاووق. بس كده ولادي صدر 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 فرخة على طول، يا اما بانيه يا اما يتاكل كده يتشوي ويتعمل وياكلوه. المهم باي طريقة من الطرق بياكلوا صدور الفراخ. انا هنا خلاص تقريبا خلصت كده تنظيف الفراخ. هنضف حتتي تماما تماما. عايزه اقولك بعد تنظيف الفراخ ده لازم تعقمي الرخامه وتنضفي البوتاجاز وتغيري هدومك والصينيه كله يتعقم. الازازه اللي قدامكم دي بتاع البريل محطوط فيها خل وميه مغليه وليمون وبريل، علشان مرض السالمونيلا يا جماعه، ده مرض خطير جدا، بيجيب ولا يعني لما في اللفظ بيجيب اسهال وبيجيب امراض تانية احنا بغنى عنها. فلازم الدنيا كلها من حواليك تتعقم بعد تنظيف الفراخ، ويفضل لو عندك مكان تاني سطح ولا حاجة او كده تنضفي فيه وبعد كده تشطفي بمية بكلور وخلاص. لكن انا هنا طبعا نظفت في المطبخ عندي. فهنا الولاد قالوا لي يا ماما عايزين نتغدى فراخ مشوية ومكرونة بصوص التتبيلة بتاع الفراخ. مكرونة بيضة، باخد صوص تتبيلة كده من الفراخ هوريكم دلوقتي وبحطها عليه.
هنا انا خدت قيمة الفرخة اللي انا هطبخها، نقعتها في مية وخل. انا حاطة الخل، الفراخ كده بتاعتي كانت اتغسلت واتنضفت خلاص مفيش فيها زفارة. بحط الخل عشان يفتح لي المسامات، لان انا هنا هحط تتبيلة الفراخ على طول وهحطها في الفرن، لان مش هنقعها بالتتبيلة، فعلشان الفراخ مسامها تتفتح وتشرب التتبيلة بتاعتي. ده الخل اللي بيعمله في الفراخ فقط لا غير، اكتر من كده ما بيعملش. يعني ما تنقعيش الفراخ في خل وليمون وتقولي الخل هيضيع الزفارة، لا، الخل ده بنستخدمه بعد ما الفراخ تكون اتنضفت واتنقعت في الليمون والمية واتشطفت، وبعد كده نحط. هنا بحط كركم، كاري، بابريكا، ملح وفلفل اسمر، كمون، بهارات فراخ، وبحط ليمون وبصل وفلفل وطماطم، ولو عندك فلفل حار تحطي فلفل حار، وشوية زيت وشوية خل. انا قيمة الفرخة بحط طماطماية كبيرة، فلفلاية كبيرة، بصلاية كبيرة، معلقة ليمون كبيرة، معلقة زيت كبيرة. بهاراتك بقى من كل نوع بهارات نص معلقة، والملح بتاعنا، وكام فص توم. خلاص كده شايفين انا حطيت الفراخ في الفرن من تحت لما استوت، وخدت صوص التتبيلة اللي انتوا شفتوه ده على المكرونة المسلوقة كده، وقلبتها فيها بحيث ان انا اتبل المكرونه البيضه بتاعتي، وفي نفس الوقت هيبقى فيه طبق لصوص الفراخ لوحده جنب الاكل علشان الولاد يغمسوا منه. هنا بقى نعمل كمان طبق طحينه محترم، وهنحط فحمايه كده على النار زي ما شفتوا، علشان الفراخ تبقى معموله بطعم الفحم، كأنك شويها على الفحم وجايباها من بره بالظبط، احلى من بره كمان، لان التتبيله اللي انت عاملاها اللي بره مش هيعملها لك. خلاص كده الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله جميله جدا. حطيت ورقه كده لفتها كده زي كوبايه، وحطيت فيها الفحمه وعليها معلقه زيت، وبعدين غطيت الطبق كله بورقه فويل. عايزه اقولك الفراخ ريحتها واو بجد، جميله 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 جميله. وترص الفراخ كده باي شكل واي طريقه انت حباها، والفراخ ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا جدا. وجبنا كمان طبق شيبسي، وهنا الصوص اللي انا قايله لكم عليه، وهنا طبق الطحينه، وبألف هنا وشفا، وباي باي.